طبقة تحتها لتكون الجامعة قادرة تقود المجتمع النمطي نحو مقيم الازدهار. ولهذا فإنني أغتنم فرصة وقوفي أمامكم لأدعو الجميع للمساهمة في كل خطوة لصنع فوز كل جزائري وهذه المشاركة الكثيفة والتهاني وتوجيه الاحترام لاختيار مرشحنا وتحقيق الأغلبية الساحقة لبناء جزائر قوية وآمنة. وفي الأخير لا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو باسمكم جميعا معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتنهي هذا اللقاء بكلمة ونترك له